بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها من قناة واكلات ويوميات مها. النهارده بقى فيديو جديد كده مع بعض، هنشارك مع بعض المشتريات بتاعتي. النهارده بقى جبنا ايه من السوق بتاعنا. طبعا ما بجيبش الا الحاجة اللي انا عايزاها او اللي هستعملها، بس لو حاجة عندي بكمل عليها وخلاص. فهنشوف بقى يا بنات، انا اشترينا ايه النهارده. انا صراحه ما روحتش السوق، بعت كان اخواتي هناك وقلت لهم هاتولي. فانا صراحه ما اعرفش الكيلو بكام، والحاجه دي اللي عارفاه واللي هقوله يعني هو ده اللي انا عارفاه، لكن في حاجات انا ما اعرفش سعرها بالظبط. هنقول الشطه. ده كان كيلو فلفل على شطه، كان الكيلو ب25 جنيه. ده فلفل على شطه يعني مشكلين. وانا برضو يعني نبقى نعمل اكل محشي ولا حاجه الاسبوع ده يعني هي مثلا يومين كده محشي، فيوفر معانا في الايه، في الايام. قلنا هنجيب شويه فلفل على شويه شطه، نقلي بقى شويه شطه الصبح مع حته جبنه مع كده، برضه هينفع معايا في البيت. وكمان جبت بتنجان اسود، برضه نشوي منه، نقلي، نعمل مثلا صينيه مسقعه حلوه كده برضه ايه، ويوم في الاسبوع. كان البتنجان تقريبا كيلو ونص مثلا ب10، هو تقريبا كيلو ونص ب10. وكمان البطاطس، هي دي بس في السوق عندنا، فانا صراحه يعني ايه، في جديده شويه عنها، بس دي حلوه. وكمان وسط، لاني ساعات بسلقها كتير، فبحب الايه الصغيره دي في السرير. هي حلوه برضه، ممكن تعرفي تقشريها كل حاجه يعني. كان الكيس ب20 جنيه، فانا صراحه الكيلو مش عارفه بالظبط. وجبنا كمان بتنجان للمحشي، ما شاء الله هو جايبينهولي ما شاء الله، يعني حلو وصغير خالص للمحشي، هم عارفين طلبي. كنت انا دايما محشي البتنجان الصغير ده، وكلته ما شاء الله بتنجان جميل جدا. وكمان جبت الليمون. الليمون طبعا ما استغنوش عنه، بالذات في الايام دي بقى تقلبات الجو والبرد والحاجات دي كلها. كان الكيلو ب10 جنيه. ده يا بنات تعبيه على بعضها، مش نقاوه يعني. انت تعبي كله على بعضه ب10. انا كيلو يتحط برضه، تعملي بتنجان مخلل، تعملي عصير بقى ليمون، اي حاجه. وكمان جبنا بطاطا، قلنا نشويها برضو كده في يوم. كانت البطاطا دول الكيسه دي ب20 جنيه، يعني هو حوالي مثلا دول 3 كيلو تقريبا ب20 جنيه. وجبت بقى شويه حاجات كده من البقاله يا بنات. نسيت اقول لكم على الفاكهه. وجبنا طبعا المانجا، احنا لسه مخزناش خالص السنه دي مانجا، فايه ان شاء الله كده ربنا يقويني ودول يا بنات ربنا يشفيني يعني، واروح السوق بقى كده واجيب اللي انا عايزاه. دي مانجا ما شاء الله جميله اهيت. دي المانجا النعومي ما شاء الله، تبقى كلها لحم، مرميه لحم، بترمي بلحم يعني ما شاء الله، حلوه جدا. دي ساعات بخزن منها واجيبها على طول في الاكل. الكيلو حوالي كان ب50، ب45 حاجه زي كده. فجبنا برضو دول ما شاء الله 4 و3 همت حلوين، وما شاء الله وزنهم حلو. ما جبناش حاجه النوبات دي، انا كنت جايبه عنب في نص الاسبوع، فاكتفيت بالمانجا ديت وخلاص الحمد لله على كده. نخش بقى يا بنات في البقاله. جبت شويه بقاله برضو الحاجه اللي انا محتاجاها، ولما بتخلص بجيب غيرها. طبعا مرقه الدجاج ديت بجيبها على طول كل شهر، فبتوفر معايا برضو، بتقضيني الشهر كمان، حلوه جدا وبتقضي الشهر وزياده. دي كانت ب40 جنيه. دي يا بنات ب40 جنيه. وجبت كيلو مكرونه اسباجيتي، وكيلو مكرونه اللي هي المعوجه ديت. وكمان جبت 2 كيلو رز. المكرونه ب24، والرز كمان الكيلو ب28. فجبت 2 كيلو على اللي معايا، على اللي عندي يعني. قلت ايه اكمل، ولما يخلص باذن الله نجيب تاني، لان الجو حر والمطبخ عندي حر جدا، فالحاجه بتسوس في حرام يعني، الحاجه غاليه فحرام. وكمان جبت ازازه زيت، بس ايه صراحه كنت فتحتها، خدت منها شويه من شويه يعني. دي كانت الازازه دي لتر ب75 جنيه. فانا صراحه مش عارفه الزيت غالي ولا هو اللي غالي، لان كنت جايباه قبل كده كان اقل من كده. وجبت عدس، نص كيلو عدس. قلنا يعني هو نلاقي يوم طراوه شويه، نقوم عاملين ايه شوربه عدس بقى يا بنات وكده ونقضيها فيه. وجبت كمان، ده كان النص كيلو ب30. هو رفع، كان الاول كنت بجيبه ب50، الكيلو ب50. ده النص كيلو قطع 30 جنيه. والعدس بجيبه ده ربع ب15. وطبعا الملح
ده برضو حلو، ملح اساسي برضو بجيبه احطه بركنه عندي في البيت. الكيس ب5 جنيه. وجبت كيس صلصه، انا ما بستخدمش صلصه كتير صراحه، بس يعني هو بقى قمت ايه جايبه كيس وخلاص. هنجيب بقى شويه حاجات كده بيساعدوا معانا في الفطار. جبت يا بنات عسل اسمر، ده بجيبه من السرجة عندنا هنا ما شاء الله، طعم حلو وكمان تقيل ومش مغشوش ومش خفيف. وكمان ساعات بجيبه من المحلات اللي جنبنا، يعني ساعات بيبقى حامض. لا طعمه جميل، ومن ساعة ما جبته وانا على طول بجيب من السرجة دي. كان الكيلو ب40، النص ب20. وجبت نص كيلو طحينة، برضو الطحينة ما بستغناش عنها، حلوة جدا ومغذية. عسل وطحينة، طحينة على الفول، ممكن طحينة على سلطة بابا غنوج، طحينة سلطة الطحينة كده لوحدها، ما بستغناش عنها. كان الكيلو ب120، جبت نص كيلو ب60. وجبت كيلو زيت سايب، ده بقى بقلي منه، بيساعد معايا مع ايه، مع ازازتين التموين. انا باخد ازازتين بس تموين، فطبعا ما بيقضوش. وكمان المدارس داخله وكل يوم قليه بقى بطاطس وحاجات. وكده بقى يا بنات اكون خلصت الفيديو بتاعي، دي المشاريع بتاعت النهارده. يا رب يكون الفيديو ممتع ليكم. ما تنسونيش بقى من شير ولايك ودعم حلو من قلبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.